بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أيها الأخوة، اليوم نتكلم حول نظرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأنبياء السابقين، كيف كان ينظر إليهم، كلامه في حقهم، ذكرهم بين أصحابهم، كيف كان نظرة الرسول. سنتكلم عن ذلك إن شاء الله. برائد عزيز يرو هم بحثا چبكن بحثا پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام و خبرداناوی احتراماوی بحث کرناویش پیغمبر بریاوی. يعني پیغمبر دماکو بحثا واند کرد بچه شکلی بحثا واند کرد، بباشی، بخرابی، باحتراز، عیباد گو، کیمانیات گو، دعای جوانات کرد، بچه شکلی بحثا واند کرد. اما انا لسروی خبر بدن ان شاء الله. يعني پیغمبر ما و پیغمبر بریا ما، پیغمبر بریا حضرت محمد صلى الله عليه وسلم، رسول ما در حق واندا چه دگو و اسلام در حق ودا چه امر مد کرد. اولا وقبل كل شيء علينا ان نعلم الله عز وجل خلق الخلق، وبعد ذلك اختار من بينهم أفضلهم وجعلهم أنبياء ورسل يتكلمون باسم الله عز وجل ويبلغون العبد رسالات الله عز وجل. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. هناك آيات كثيرة الله عز وجل يتكلم بأنه يختار من بين الناس رسلا من الله إلى العباد، وهم بشر مثلنا، واختار الله أن يكون البشر رسلا حتى يكون بيننا مجانسة ونفهم من بعضنا، نعلم بأنه بشر مثلنا، ولكن لو اختار الله عز وجل ملائكة لكان من الصعب أن نفهم ونتكلم. لذلك الله اختار من الملائكة من البشر من يرسلهم إلى الناس. إذن الملائكة الرسل من الناس، واختار الله أفضلهم أو أفضل الناس رسلا لنا. اولا ابیا بزانم خدا عز وجل پشتک مدرس کرد، پشتک بشر درست کرد، انسان آنی دنیای جناوا انسان آجی حکمتی وها خواست، حکمت خدا وها خواست گو از جناوا و هنکا تیخم بکردی جوانت بجم پیغمبر یا جی پیامبر، یعنی اوی که رساله خدا جمراتینن قاصد بکردی بجم قاصد جرا. خدا عز وجل هنک انسان کر قاصد گوون رسول منن از واجه عباد خورا بشینم. دفردا وی تشتی برات بیرا ودا به اوی خدا وان کریا پیغمبر، اوی خدا وان کریا پیغمبر باشترین انسانن. أيها الإخوة، عندنا محاضرة وكل واحد يتكلم مع صاحبه، إما أن أسكت أو تسكت، واحد من الاثنين، هذا لا ينفع. پیغمبر علیه الصلاة والسلام خدا وان شد کرد دگو باشترین کس ادوت کن پیغمبر، باشترین کس اوی بعاقل، حاشا خدا یکی احمق و شت نکر پیغمبر. ان انسان مكمل، ابيك ام بيجن كامل بعقل خو، بفيزيكا خو، باخلاق خو، بالنسب خو. حاشا يكيرا ندقوت نبي الله يزلنا، حاشا نا ان ابي محترم، ابي باك، ابي بقدر وقيمت خدا وانت كر پیغمبر. طبعا حكمت خدا چما وان پیغمبر عشان حكمت خدا وها خواست، خدا كارو پیغمبر اج نشنده، ولكن حكمتي خواست كو انبياء پیغمبر بشینه او پیغمبر جمع بن انسان بن. ملائكة بعض أنا بقول أس پیغمبر ما چش ملائكة فهمت كير نوصايا حتى القرآن ده خدي بجاء أجركم ما ملائكة بكرة پیغمبر أويش وكوا إنسان بونا وكيدي شيء ده. يعني يكيف تفهمنا كيت از ملائكة كنادينم سلام عليكم دنگ تناي من مبارك دنگات استنادينم. لو ما حكمت خدي خواست باشترين كس اوج انسان بك پیغمبر ام شعبي خوي بدينن دقلوي خبردن دقلوي رابن رونن سوالك بكن اوی کر امیشت کارم بکن. گرک ملائکت من ما چه بگوتا؟ تو ملائکت خودت تکاریم که ما قز ملائکتم از نکارم. ملائکت کی بگوتا روزی بگیرم، بگوتا تو ملائکت نان ناخوی آوه و ناخوی تکاری روزی گیری. اما امن کارن روزی گیرن. اما خدا یکی پیغمبر کی کر انسان کی کر پیغمبر دگو روزی بگیرن او ویج روزی دگرد. لمشت کر ویج مج لمشت کر. لیک ملائکت من ما چه فهمت کر؟ یعنی وقت انسان کی حتى يخش هيك تشتابك ياكي كورك بشتا ويشكانديه ونقي اشكانديه بيجا كم هبره بازدن بمشي نكاله بمشي. يعني خدا ياكي جمكر پیغمبر جمره حتى كم شاف عم بكين.
أمر آخر، الأنبياء الفرق بينهم من ناحية الشرع، الأنبياء كلهم متفقون في أمرين وعندهم خلاف في أمر آخر. متفقون في العقيدة بأن الله واحد، صفات الله عز وجل، وكذلك الحشر، الآخرة، الجنة وجهنم، متفقون. لم يأتي رسول من الله ويقول للناس الله اثنين، وواحد يقول ثلاثة، وواحد يقول 4.5، ولا واحد. ولم يأتي الرسول يقول للناس لا يوجد جنة ولا يوجد جهنم. كلهم متفقون في العقيدة ومتفقون في الأخلاق. كلهم قالوا الكذب حرام، الظلم حرام، العدل شيء جميل، المرحمة شيء جميل، مثل ذلك الأمور الأخلاقية إيجابا وسلبا متفقون. ولكن الخلاف بينهم في الشرائع، يعني كيفية العبادة، كيفية الصوم، كيفية الزواج، كيفية المعاملة. كل نبي حسب وقته أرسل الله إليه بعض الشرائع. هناك مثال يذكره الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي، كردي عالم، يقول مثلا الطفل أو الإنسان حينما هو صغير كذلك يلبس، وحينما كبير يلبس، ولكن حينما هو صغير يلبس شيئا، وحينما يكبر يلبس شيئا آخر. هكذا الثوب يتوسع. فكلما تقدم الزمن مع الناس أرسل الله لهم شرائع أعم وأكثر وأسهل. هذا هو الفرق بينهم. إذا متفقون في العقيدة ومتفقون في الأخلاق، وعندهم خلاف في الشريعة، كل حسب وقته وزمانه ومن هو مخاطب بهذا الشريعة. بهذا الشكل أرسل الله لهم شرائع. هذا هو الخلاف بين الأنبياء أو شرائعهم. تشتكي دنش بير وانك قالوا جماعته پیغمبر خدا شانده حضرت آدم بگره حتی حضرت محمد صلاة و سلام خدا سر توکابن. سه تشت هنه ده شریعت دا، ده دینا دا. یک عقیده هی امجرد کردید بجن باوری، یک هی امجرد بجن اخلاق، یک هی امجرد بجن شریعت. دسمیجه، لمیجه، روژیه، زوجاندنه، بردانه، تشت روژه یعنی قانون وا. هرچی پیغمبر خدا وانشاندیه ده تشتا دا یکن. پیغمبر تفد توحید خدا یکیتی دا عقیده دا یکن. یعنی حضرت آدم جی گوتی خدا یکه، حضرت محمد جی گوتی خدا یکه، حضرت عیسی جی گوتی یکه، حضرت موسی جی گوتی یکه. یکی نگوتی دحب خدا نه، یکی نگوتی دحبونی، یکی نگوتی سه، یکی نگوتی چارونی. نه. توا گوتی خدا کیبتنه. ابیا توا کی پیغمبر سرویا یکن. توا کی پیغمبر گوتی جنت هي جهنم هي، مرن هي حياتك قبشتا مرنه. اوانا تب عینه، خلاف سرتنه يعني. عین تشت پیغمبر تب گوتی اخلاق. مثلا دزی چوایه؟ باشه نباشه؟ دزی خرابه نه خرابه؟ نه حضرت موسی گوتی باشه، نه حضرت آدم گوتی باشه، نه حضرت محمد گوتی خرابه. ظلم چوایه تشتکی باشه خرابه؟ توکی پیغمبر گوتی خرابه. عدالت تشتکی چوایه؟ جحد ای اول حتی دوی توک گوتی عدالت باشه. براتی چوایه؟ وکهوی چوایه؟ باشن. ته پیغمبره که نگوتی والله باشه و نباشه. نه. اوانا عدالت و اخلاق یعنی تشتی اخلاق، تشتی عقیده پیغمبر تویکن. ما نقطه کی امجرد بجن شریعت. شریعت حیات وانا روزانه. چوای دسمش بگرن، چوای لمش بکن، چند روژی بگرن، زکات خوش چه بدن، زواج وان چوابه، کیجا عمر دای بزوجن، پاقشی وان چوابه. مثال لکت کارن لمش بکن. مثلا پیغمبر ما گوتی علیه الصلاة والسلام جعلت لی الارض مسجدا و طهورا. هر جمره مزگفته. اما پیغمبر دنه نوهبون چون مزگفته دال مشت کردن. اما کلیسه وان هنه در وال مشت ند کردن. مثلا اما جله ما پیس به میزله که به تشکیل که و مقابله کند شون نبسایه. هنکی شریعت بر دا نجاست اما چه بونه کلی که تا گروی جله خجه کرانه باوتانا. جل جه کرانه باوتانا. اما دمکی وی وقتی پیسیتی و کامل زده نبیه. نه جان خونا جان جله خو. نه بدن خونا. جله خو. اما جله مساروک پیدا میست کنم شون. ایوان گروی جله جه کرانه باوتانا. ایجا وی وقتی احتمالا کمازن هر تش جماد نجس نبیه. بلکه وی وقتی میزه که انسان ظلام تنه میزه صابیه بلکه پاکش بیانه. ام نزان شریعت وی وقتی که خودت چه امر وان کریه بزمارا چه بیه یعنی. تشتی و کوانه هنه زواج وان
مثلا شریعت اسلام دا میره کی بدحب خوشکار جارکی تا نکاره بزوجه و ان تجمع بین الاختین خود گوته چه نابه و نکارن لی ام دزانه شریعت بردا میره کی بدحب خوشکار کاری بیا بزوجه نه خوشکی خو دحب جن خوشکی هبن یعنی شاش فهم نکن یعنی دحب کچک خوشکی هبن ظلام کی کاری به بوانا بزوجه شریعت ما ده حرامه چه نه یعنی اوانا د شریعت دا ام بیشن فرق پیغمبر هه یعنی زمان حتی زمان خود فرقی کردی نه شریعت وان دا آمده چه نه به آمده الا یک بمره یا جی طلاق دا یعنی دجن به هفرا چه نابن تجمعو خود گوته به هفرا نکارن جن عول مر چوش خوشکاوی آنی شریعت دا ما چه دبن اما دجار کیدا تنکاری بین یعنی اسلام بیا قبول بری هبونه شریعت بری دا چند تشتی وکوانه امروی مثلا 5 جار المشت کن بلکی امت دین روی جار کلمش کردن اما لمش هبیه روجی امانجی هبیه اما روجی اون وقت آمه بیه نه آمه بیه ام زیده بی تفصیلات هانه نزانه ور حاصله کلمه وانا فهم کر فرق تفکی پیغمبر بی شکل عقیده دا یکن دا اخلاق دا یکن اما دا تشت روزانه دا نوکابن ام روی 5 جار المشت کن بلکی وان روی جار کلمش کرده مثال بلکی اما ام عمر خدا جار کی هرن حجه بلکی وان دجار هرن حجه مثال زکات اما بلکی جدها یک به اوی گنن بلکی وان شلیک به من زانن فقط هبیه اما فرق وان کتیه که امکان هانه دا او هبونه اویاج عالی علاقه پیغمبر اموار کایجا پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام در حق وان دا چه خبر دايه طيب لو رجعنا إلى رسولنا نظرته إلى الأنبياء قلنا الأنبياء هكذا إخوة كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات يعني أبوهم واحد هناك تشبيه أبوهم واحد والشريعة قبل الله عز وجل ولكن شرائع مختلفة هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين الفرق بينهم ونحن نؤمن بجميع الأنبياء المسلم يؤمن بجميع الأنبياء لا يفرق بين أحد لو فرق مؤمن بين نبي ونبي آخر آمن بأحد ولم يؤمن بأحد فهو لا يعتبر من المسلمين لا نفرق بين أحد من رسلي ونؤمن بجميع الأنبياء فلنعلم هذا ونكتب على جنب كذلك نحن نؤمن بجميع الأنبياء ولكن مكلفون بأن نسير خلف آخرهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم تشتكي ديش بيروانا كين قالوا بسلمانا ام كمسلمان جي امام تفكي پیغمبر اشتينن افياش بيرانا كن حضرت محمد حضرت موسى حضرت عيسى حضرت آدم حضرت نوح ام امام تفكي اشتينن مسلمان كي امام تفكي پیغمبر نين نابا مسلمان يكي بيجا از مسلمانم لي از حضرت آدم قبول ناكم از حضرت نوح قبول ناكم والله بيجن بريم قصورا بيزنه كت نفس الماني قالت امام تفكي بيني راسته ام ايرو امت حضرت محمد ام دويد شم تشتكي شريعته ويا اما كايمان قالت بتوابيني يعني افياج جبير وانكن لو ما ام مسلمان وكنا وانا دي بادب نن حاشا مثلا يكتب از يهودي ما تشتي خرابش حضرت محمد راد بيجه اما مش حضرت موسى رنا بيجن لو را پیغمبر ماش پیغمبر ما ام حضرت عيسى اجران پیغمبر ما امام بيتينن يعني ام واكم بادب نن يعني حتى امام بوانه نجي ام سازمان خود رجناكن فقط پیغمبر من یکی که زمان خراب درش کشی جي اسلام ده مسلمان قبول نابه يعني افياج بزانبن طيب لو نظرنا الى رسولنا صلى الله عليه وسلم نرى بان رسولنا صلى الله عليه وسلم يعطي مثالا بان العلاقه بينه وبين سائر الانبياء ساقرا لكم حديثا ويفهم الموضوع يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان مثلي ومثل الانبياء من قبل كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة هناك نقص في العمارة فالناس يقول العمارة جميل ولكن هذا نقص يحتاج إلى تكملة فيقول أنا هذه اللبنة أنا هذا فبرسولنا اكتمل البناء بناء إرسال الأنبياء فقال أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين أنا الأخير هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين العلاقة أي هم وضعوا حجرا ونبي آخر وضع حجر وآخر حجر في جدار الوحي كان الرسول صلى الله عليه وسلم فحينما أتى فاكتمل به جدار الوحي من قبل الله إلى العباد علاقة پیغمبر و پیغمبر دین حدیثه که خوش ہے پیغمبر گوتی علیه الصلاة والسلام براد عقله و دابه دبیجه ازو پیغمبر بریا خوبه که چنه دبیجه که شخصه که بینایی که چه کر مالکی یعنی بینایی که آوا کر
دبي ملت هات بینایی چکر فقط گوشه کی دا زاویه اوه گوشه یعنی دو گوشه کی دا جیه کی والا هیشت کبره کی نخسته که ملت دو رایو چهته یاد به چخا بینایی که خوشه قصر که خوشه اخواست که بیا جیه بونا آویه هبونا ای خوشت اویا تنبونا کیمانی که تدا چه بی آویا تمام به خوشت به پیغمبر دبیجا از وی کفره هانمه از اوی داوی me yani از کفره کتنه که ایدی عیب تدا نما دوی بینای هانه دا تمام بو ایجا اموی تشتی بیجن پیغمبر ما و پیغمبر بریاوی هر پیغمبری که کهاتیه کفره کی دانیه اوی داوی حضرت محمد علیه الصلاة والسلام وجی کفره کی دا سر دوار وحیه تمام بو او دوار کج وحیه آتیا واکرن دوار تمام بو یدی که مانی تدا نما به وی شکل ام تماشه پیغمبرات کن یعنی پیغمبر هانه هاتیه چه کریه وی اخرا نکریه لسر هب آوا کرنه حتی که گشتیه پیغمبر میداوی علیه الصلاة والسلام حتی پیغمبر حدیث که خودت بجه الانبیاء و اخوة من علات و امهاتهم شتا مثال که دبی برای هفش باوین نجده نبی مثال ده يعني باب معنوي يعني خدا عز وجل تفاشان دي بتوحيده فقط شريعته ما فرق ليه وكهفنا شريعت ام كرديد بيجم برايج دي او برايج باوي يعني دي باوي ما يك او دي ما يك طبعا يرد نوا انسان دا دي تنيك بتدبين يا بريخو با فرناك محل اسبك ايروش فرناك يرو مسلمان ويهودي وخريستان تم ياري هفن غير ده مهم بياني نظام مساله چيه باوي فقير برا قيمته يتنه يعني تدنيري بريكو ديا وانيك بهفد جرد ابيك بابي وانيك نيرتي بهفرات كن ديا ما يك بابي ما يك اصل بابا يعني دبنا ما دام ديا ما يك امير ظلمي لهفكن اوج نوا انسان ده هي معلس برايش بابي باش جدانا واوج ديا وانيك بيكن ديا وانيك به ما لا يبراهن خرات كن ديا تلاقي كردي بن داماري دا ماره نظام معرض ديت شويش هاتيه يعني تشكي خوشنه دي ماره معنى يك ديا كوبك معره يعني تشكي خوش نه وش زحمته والله وان حاصل يعني پیغمبر بجای خدا ما تواشاندیه لی شریعت ما جهب جدانه اما انا تماشاكن کا پیغمبر ما در حق وان داشت دكم طيب لو نظرنا الى رسولنا صلى الله عليه وسلم ما عدا هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم امته على ان يعظموا الانبياء ويحترمهم ويوقروهم هذا هو لم تسمع من رسول ولم نسمع بانه قال في حق الانبياء شيئا يقلل من قيمتهم بالعكس كان لا يحب أن يقول بعض الصحابة أن هذا النبي خير من هذا وهذا خير من هذا لا كان يكره هذه الكلمات وهناك كلام يقول لا تفضل بين أنبياء الله لا تقول هذا أفضل من هذا ليس من حقنا أن نفضل بين الأنبياء خلاص كلهم أنبياء لله عز وجل خلاص نكفي الرسول أولا كان يقول للأمة لا تفضل نبيا على نبي ولا تحقر أحدا أبدا اسكتوا عن هذا الأمر قل كلهم أنبياء الله واختار الله جميعهم لنا خلاص لا تقولوا هذا أحسن من هذا وهذا أفضل من هذا ليس من حقنا عادة البشر إذا فضلت أحدا على الآخر فتركز على الذي أنت فضل عليه وبعد ذلك تراه ناقصا وحاشا الأنبياء ليسوا ناقصين كلهم أهل الكمال هذا أولا نقطه اول پیغمبر مش صحابی خورا دگو احترام پیغمبر بکرن زمان خلوان درج نکن نبیجن وی پیغمبر چتره قنشتره وی تشته نبیجن يعني جاركي دحب صحابيك وياك يهودي شارد كن او محمد باشا او عيسى موسى يعني عليه السلام تيش پیغمبر اي مسلمان عاجز چات في خليبت تب مسلماني قالت في خبردان نكي پیغمبر کی را نبیجن اویاج ویا چتره حاشا كتاغو اویاج ویا چتره يعني اویا نباشه اویا باشه اویا نرنده اویا رنده ایتن کارش پیغمبر بيجي نقنجن چه نابت صابيجي خبوی خبردان نکن تا پیغمبرن سرسر منه خلاص دفتر اون بگرن زمان خود در حق وان درج نکن كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته بأنه أولى من سائر الأمم من أنبيائهم هكذا لا يفرق بينهم يقول نحن أنا أولى بهم ونحن نراه حينما يصوم يوم عاشوراء يقول أنا أولى بموسى من اليهود أنا أولى والنبي مثلي وأنا أولى بهم منه فما دام تشكرون الله عز وجل على أن نجاه كذلك أنا سأصوم شكرا لله على أن نجا أخي من هذه المصيبة كان يرى نفسه أقرب من أممهم إليهم هذا كذلك نظرة احترام وتقدير تشتكي دني في خنبري مع عليه الصلاة والسلام
دگو از امت وان پیغمبر دهان نزدیکتر پیغمبر وانم. پیغمبر بره منن یا مثلا بره ته اولای بره ته مثال تجلای بره خورد بویدا بره ته بابه ته بره منه بره منه یعنی از وی لای دیکند لای دیت نت لای وی هجا از دهال پیشم پیغمبر جوان راست گفت از دهان نزدیکی پیغمبر وان لوم مثلا روزی عاشورا ام روزی دگرن پیغمبر صلی الله علیه و سلم دگو چیه گو یهودی گو خدا موسی خلاص کردم لو مشکور خدا کن گو موسی حق منه گو از دهال پیشم ازش روزی کی بگرم موسی بره منه یعنی خدا آتی رحمه بریم خلاص کریه ازش بونه خاطر بره خو روزی بگرم یعنی نگو بره منه دین نه گو بره منه باوی پیغمبر ما روزی گرت علیه الصلاة والسلام. هناك أمر آخر ملاحظة لطيفة جدا نرى بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يعلق على بعض تصرفات صدر من الأنبياء السابقين. الرسول صلى الله عليه وسلم له تعليقات جميلة جدا لا يقول أخطأوا ولكن يقول يا ليتهم قالوا هذا الكلام يا ليتهم ولكن باحترام. مثلا سيدنا لوط عليه السلام حينما قومه يأتي ويشدد عليه أو آوي إلى ركن شديد كان هو يقول لو كان عندي واحد يدعمني لأسكتكم حينما هاجموا عليه وحاولوا أن يأخذوا منه ضيوفه أو آوي إلى ركن شديد. فالرسول صلى الله عليه وسلم له ملاحظة جميلة على كلامه ويقول يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. يعني هو كان يعتمد على الله عز وجل ومأواه هو الله عز وجل. يا ليته لم يقل هذا الكلام ولكن حاشا لا يقول أخطأ وهذا خطأ كبير لا يرحم الله بشيء جميل جدا يذكر ما صدر من رسولنا لوط عليه السلام ولكن يقول يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد كان يعتمد ويأوي إلى الله عز وجل ولكن يا ليته لم يقل هذا الكلام ولكن بأسلوب جميل رسول صلى الله عليه وسلم ذكر كلامه وتصرفه مع قومه. تشتكي دين پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام دماكو جارنا بخواستا هنکی کرنو خبردان پیغمبر بره بانیا زمان پیغمبر دگو خدا رحمه خلوان که خوازی وها بکرانا خوازی وها ندگو عیبها ندگو شاش کرنا چقدر خلاطی کو کیمانی که مازنه لخوازی وها بگوتنا اون دزانن وقتی که حضرت لوط چند حبچون مالاوی ملائکت بون ملت ویجی پیس و رازیل بون هاتن گو میوان خوب دم میوان تپر خوش کنه می خرابیه بکن حضرت لوط گو گو خوازی پشتام بقوت بونا قالوا جماعت اگر عائلات تنبه مالبات تنبه تزعیفی پشتاقو خلقی گره ندن یعنی بزامن هر کسی زیاتر بریته و لایته و بسمامته پشتاتنه اوانا بجبیر و نکن یعنی بکردی دبجن یکل زکی خست گو پشتامن گو الزکی تدخم گو پشتام قوت بونا کس کل تنه خست وکا کیرو المدخن پشتامتنا لوما پشتام هبونا کس کل من خست يعني وهر حاصله كلام اجى حضرت لوط يشخن نجوانه پیغمبر کی خدای شانده نووی قوم یعنی کی خریبه یعنی نجوانه لوما قال نقوم وانه گو پشتام قوت بونا والله من ندیشون دست خود درجه میوانه ما بکن پشتامتنا گو کس کی متنا وقتی که گو کس کی بتنا پیغمبر به رحمه خدا له چوا کس کی بتنا خدای عز وجل کسی ویه خدای نگو تا کس کی بتنا بني نقو شاشتي كي كريه نقو غلطي كي كريه نقو بيد حاشا ولي خاص رحمه خدا لبه بشتاق دابو خدايا رحمه خدا بشتاوي بو چما في كلمه هنيگو چقا شكلكي خوش پیغمبر ما فكرك اخو گو در حق پیغمبر هانيدا. وكذلك حينما ظهر براءة سيدنا يوسف أو رأى الملك الرؤيا وأرسل إليه وقال فليأتي فهو قال لا روح في عندي مشكلة في عندنا محكمة لم ينتهي بعد اتهمت بأني قد مددت يدي إلى امرأة وسجنت ولكن أنا لا أدري هل أنا مذنب أو غير مذنب. أحب الملك يقوم بتحضير محكمة ويسألهن هل فعلا أنا مددت يدي إليه أم لا. فلم يحب أن يخرج من السجن قبل المحكمة وقبل أن يكون بريئا من هذا التهمة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم له ملاحظة أخرى يقول لو لبثت في السجن مثل ما لبث يوسف ثم أتاني داعي لأجبته. يعني يقول يا ليته أجاب هو لم يجب قال لا اعملوا محكمة فما دام أنا مذنب ومجرم في السجن أحب أن أسمع مرة أخرى نتيجة المحكمة ظهر أن الرسول بريء
إنه لمن الصادقين. ولكن الرسول يقول لو كنت أنا مكانه لما احترت لخرجت مباشرة. خلاص. هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين بأنه ربما أسرع إلى الخير منهم، أو ربما يعفو أكثر منهم. على كل يقول يعني لو كنت لما عملت هذا، لاخترت الأسهل. هو اختار هذا ولكن أنا لاخترت هذا. على كل يبين اعتراضه ولكن بشيء جميل جدا، يعني لا بدون ما ينقص من مقامهم، يقول لاخترت هذا. تشتكي دنيا پیغمبر عليه الصلاة والسلام وقتی که حضرت موسى تاید حبسه دایه و گوتن حاشا عفوا حضرت يوسف ورحاصل تدي سلطان خوي دي تو فرداوي دا گوهرم را يوسف ورا چو يوسف گو ناز نايمه گو در حق مدا وين كتش مشتا گوتيه مدس خود درجه ناموسا خلقي كريه فرداوي دا 10 سالات حبسه دامه جا محكمه كي چيكن برام تشكي بيس كريه نكريه ما حبسه دامه يعني ورحاصل نچو محكمه كي چيكن انا خوازم في عيبه دركم و افتراكي كروستي من وكو ابيا دس خود درج كريه خرابه پیغمبر دبی که اد شونا موسی دا بوما من ندگاز در حال درکت ما هم من بگوتا تشتک نابه هم بوچو دبی من وها نکرا تماشا کن پیغمبر علیه الصلاة والسلام چه شکل کی نرم گوت نکا خوش فکر کادن جوانات بشه. على كل هر پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام تشتي خوش تبدأ حكمان دادقو. وكذلك له ملاحظة أخرى حول سيدنا موسى عليه السلام والعبد الصالح، يقول يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. يعني يا ليته صبر مع هذا العبد الصالح وسمعنا واكتشفنا معجزات كثيرة، ولكن هو كان مستعجل جدا فانتهى الأمر بعد حادثة ثالثة. هكذا الرسول يذكر الأنبياء السابقين ويذكر محاسنهم ويدعو لهم ويقول يرحمهم الله. ولكن عكس هذا اليوم نرى ترى إماما وإماما آخر يأتي خلفه ربما يخالفه في الفكر، ربما يخالفه في الفتوى، ولكن لا يقول رحمه الله ولكن لي وجهة أخرى، يقول هو مخطئ يعني خطأ هو خلاص إلى جهنم وبئس المصير. هكذا متشدد في حقهم، زعم وهذا ضال وهذا مضل وهذا من أهل جهنم. كثيرا ما نسمع من العلماء في حق بعضهم، وهذا عيب أن نسمع من أتباع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا العلماء يقول في حق من سلفهم من العلماء هذا الكلام، ورسولنا ماذا يقول في حق من سلفه من الأنبياء. علينا أن نقتدي برسولنا ونذكر علماءنا بالخير، وإذا خالفناهم في أمر من الأمور بالاحترام والتقدير نقول له وجهة أخرى، وأنا أرى هذا الأمر بدون ما أن نقدح في بعضنا. تشتكي دنيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم قال حضرت موسى كتب برحمة خدا الموسى به خوازي صبر بكره دقال خزر تدي خواجه خزر هم كردي اقوا عجله نكره جبونه هيك حكمت ديج ما فهم بكره يعني تدي مثلا وان درجه سي تشتاكر حكمت شبو حكمه هر احتراز كر حضرت موسى پیغمبر دو خوازي موسى کو احتراز نكره ما هيك ديج فهم بكره مره سراب وطانا بكرتاي قالوا جماعته ام چما بياد بيجن جبونه ببا درس مره خصوصا جي امام را جي عالم را ببا درس عالم ام بخوازن اخوازن امام تديك ايك ساخن و ايك مرينه انكي بريه اكي هاتنا فكره وان نوكه هر اكي فتواكي الباجار اكي فقط چوك پیغمبر ما در حق پیغمبر بريه خدا خبر ده باحترام بدعاء بتشتكي قال لك خوش امام ماجي خوازي دمك در حق هفده خبر بدانه باحترام كلمة كان نرم تشتكي خرابش هفرا نقوتنا هف بيس نكرنا هف إهانة نكرنا نقوت أو شو جهنمي ناولا تبريم شو جهنمي ناولا تفاري أبو لهب يتشتي نقوتنا بشكلك محترم قوت والله يبي وها قوت يلي أزوهات بيجم خدي رحمة خليكي خدي رحمة خل مكاجي خوازي أفتشتي هاني ناوا ما ذهبنا أو جتنا خدي رحمة خل متابك إن شاء الله من دور بشكي دريشكر حقه من حلالكن أبي تركيج حقه حلالكن والله ناخذ بيجم تركي من حلالكن اللي ورا حسن حلالكن خوازي مشان ده قبض